السلام عليكم ومرحبا بكم البنات. اليوم درت روتين كيما كل مرة نعرفكم على أماكن في مدينتنا ومناطق بلادنا. اليوم خرجت غير للمارشي باش نشري واش خصني من قضيان للوصفة تاع اليوم. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم بزاف رايحة تعجبكم. كيما راكم تشاهدوا راني في الطريق للمارشي هذا في مليانة. هذا المارشي معروف في مليانة بزاف، وانا نحب نشري من فما بزاف، تعجبني الفاكهة، تعجبني كل شيء فما في هذا المارشي. هما ما تقلقوش انتي تقلقتي في بلاصتهم وكما ساكن ما تقلقوش. داين لايف هنايا يبدا المارشي، ما تشوفوا في الحشيش الخضار والفواكه. باش نهضر معايا مي خمسة والله. وكاين فاكهة هنايا تاع المنطقة تاع مليانة كيما الرمان والعنب بزاف فاكهة هنايا معروفة في مليانة. وكاين حتى الأسماك. شوفي الاناناس غير فاكهة ما تخافوش. والفاكهة بزاف تشهي كما راكم تشوفوا. مرة جاية ما فينش هذيك الله يسلمك خويا بيها. كما راكم تشوفوا الأسعار، وهنا الأسعار مليحة ومعقولة. عزيزة الله الله ما شايفة. قال لي قلت له ما نصورش وكان نصورك لا لا خاطر هما يزهوا بالحاجة تاعهم شافوا يبيعوا فيها. ها والله حاجة شابة ها صح. سورتو الفاكهة ايه تبان الله الله. ممكن نقول هيك شنو يقول لك. بزاف هنايا من منطقة تاع مليانة كيما الرمان كيما بلاكمين. هنا وصلت راني في الدار، وصلت المطبخ، راح نوجد لكم ان شاء الله اليوم وصفة تاع اليوم. هي عبارة عن سمك ميرو بلاصوص طوماط. راني حطيته في المقلاة شواء، درت فيه الملح شوية فلفل، نخليه يتحمر، ومن بعد نكون وجدنا لاصوص طوماط
كل وحده تعرف دير لاصوص طوماط، على بالي كل ما كاش وحده ما تعرفش ديرها. دير حبه طماطم وسنه ثوم وورقه رنت وزيت وملح وكمون وتقليها وتحط لها ماء وتخليها تعقد. هذا هو الشكل النهائي، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو آخر، وشكرا.